السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ شخباركم؟ وياكم على الطرفي. طبعا اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة راح نعلمكم بيها شلون تغيرون كلمة السر الخاصة بحساب الجوجل. طبعا طريقة كلش سهلة، ما تحتاج الى برنامج، تغيروها من خلال الجوجل. قبل لا ابدي بالشرح حاب انوه على شغلة. اذا ضغطتوا على زر الاشتراك راح يصير شي؟ ما يصير شي، هي دقمة واحدة دوسوها، زر دوسوه تشترك واطلع. الله محمد وعلي. ليش ما تدوسوها يعني؟ هاي هي بس دقمة واحدة دوسها واطلع. لا راح تخسر شي وكل شي ما يصير. يعني من فتحت القناة من الشهر الثاني ب2016 لحد هسه بس 21 مشترك. يعني الله يرضى. هاي المقاطع كلها اصور بس 21 مشترك. يلا بعد اشوف تشتركون لو لا. بس اقول لكم عبارة واحدة، اشترك يا ليدز، اشترك اشترك لخاطر الله. رحمة العباس اشترك. هسه شو تسوون؟ نبدأ بالشرح. اولا تروح على الرابط الموجود بالديسكربشن، دخل بريد والباسورد الخاص بالحساب. ورا ما دخلت يفتح لك الحساب الخاص بك. شو تسوي؟ تروح على الخيار اللي اسمه تسجيل الدخول والامان. اول خيار يطلع لك بالقائمة، نزل لي جوا، يطلع لك كلمة المرور اخر تعديل منذ 18 دقيقة، تدوس عليها. هاي مال كلمة المرور. طبعا الحساب سويته جديد، هو بس على مود الشروحات مال يوتيوب. نشيل كلمة السر، اخليها صغير كلمة، بس اخلي كلمة السر مال الحساب، حاول على انجليزي. هاي من تروحون على كلمة المرور راح يطلب منكم تدخلون الباسورد القديم مال الحساب. هسه ورا ما دخلناه يقولك ادخل كلمة المرور الجديدة. تدخل كلمة المرور اللي تريدها. هسه ورا ما دخلناها دوس على تغيير كلمة المرور. هاي يقول هاي استخدمتها صح. لازم كلمة المرور تختلف عن بقية الرموز الخاليين قبل. سندوس على تغيير كلمة المرور، تغيرت. مثل ما تشوفون تغيرت كلمة المرور. اذا تريد تدخل للحساب من جديد لازم تدخل كلمة السر الجديدة. ها هي وصلنا الى نهاية هاي الحلقة. اذا عجبتكم اشتركوا بالقناة واعطونا لايك، ما عجبتكم اعطونا ديسلايك. بس اعيد العبارة، اشترك يا لد. يلا في امان الله.